نيجي لتقييم لعيبه الاهلي. لعبنا في حراسه المرمى مصطفى شوبير، قدم مباراه طيبه وتعامل كويس مع الكرات اللي وصلت له، ما جتلوش كرات كتير بس اتعامل معاها كويس، اديله 6 من 10. مصطفى شوبير مباراه كويسه. لعبنا باثنين خط الظهر، ياسر ابراهيم قدم مباراه الى حد ما، انت بتلاعب فريق متواضع مش فريق واو يعني، فياسر ابراهيم 5 من 10. وياسين مرعي كمان 5 من 10. محمد هاني باك يمين قدم مباراه طيبه وعمل اسيست لتريزيجيه، اقيمه 7 من 10. كوكا تقريبا من بعد رحيل معلول واحنا بنلعب من غير باك شمال، اقيمه مباراه متواضعه جدا على شويه الواجبات الدفاعيه. انا شايف ان هو انا مش مقتنع بيه ومش فاهم ليه اداره الاهلي متمسكه بيه، فهقيمه 3 من 10. مروان عطيه مباراه برده متواضعه من مروان، 5 من 10. اليو ديانج اللي مش مركز اقيمه 3 من 10. امام عاشور عجبني قوي ما شاء الله عليه، وانا الحمد لله بحمد ربنا ان اداره بيراميدز ما دخلتش مع الاهلي في صفقه امام عاشور، كانت قدرت تخلص فيه اكيد يعني باللي احنا بنشوفه دوت. النادي الاهلي من غير امام عاشور ابيض. امام عاشور 8 من 10. محمود حسن تريزيجيه احرز هدفين ما شاء الله، مباراه كويسه لتريزيجيه، الكره اللي جت له قدر يتعامل معاها صح. الكره العرضيه في الهدف الاول قدر ان هو يحطها بالراس بشكل كويس وهو مميز فيها. مباراه ممتازه لتريزيجيه 8 من 10. احمد السيد زيزو مباراه متواضعه من السيد زيزو خالص، هديله 3 من 10. مروان عثمان كراس حربه كبدايه شايف ان هو اللاعب كويس، هقيمه 6 من 10، ان هو ما لعبش المباراه كامله، طلع ونزل مكانه جراديشار اللي ضيع فرصه غريبه بيحطها بوش رجله الخارجي. يعني انت في كاس الرابطه حطيت كوره ولا اروع ومن بره ال 18، فبتحط ديت بالشكل دوت في الستة يارده. انا شايفها تصرف غريب، ما تعرفش سوء حظ، بس هو كده كده تقريبا بنسبه كبيره ان جراديشار هيسيب النادي الاهلي، تقريبا جاي له حاجه في المجر او حاجه في سويسرا على ما اتذكر، فاتمنى له كل التوفيق بعيد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي محتاج مهاجم اجنبي مع مروان عثمان اللي انا شايف فيه حاجه. ده تقييم اللعيبه في مباراه يانج افريكانز. عايزك تشاركني في التقييم في الكومنتات وتقول لي ايه رايك، ولو التقييم عجبك سيب لي لايك.